بيبدأ فيلمنا النهاردة مع مثلانة واللي بنشوفها وهي بتلعب مع جوزها وبيعملوا حاجات للكبار فقط، وكل ده بيكونوا قدام بنتهم، وتقريبا كده كانوا بيحاولوا يدوها درس في الثقافة. ومثلما بيكون عندها طالب في المدرسة هيموت ويعمل معاها البونجا بونجا، ولكن هي بتفضل تقاومه لحد لما تيجي مرة وتسلم له نفسها، ولكن النهاية بتكون صادمة عزيزي المشاهد. بس قبل ما نبتدي الفيديو عزيزي المشاهد ما تنساش انك تعمل لايك علشان تشجعنا ان احنا نستمر في النشر، وتعمل شير للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وتقولي تحت في الكومنتات ايه رأيك في قصة الفيلم، وتحب المرة الجاية نتكلم عن فيلم ايه. وعلشان ما اطولش عليك عزيزي المشاهد يلا نبتدي الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع مسلمة واللي بنشوفها وهي بتلعب مع جوزها وبيعملوا حاجات للكبار فقط، وكل ده بيكون قدام بنتهم، وتقريبا كده كانوا بيحاولوا يدوها درس في الثقافة. ونشوف بعدها المعلمة لينا وهي جوه المدرسة وبتوزع أوراق الامتحان، وبعد ما بتخلص توزيع الامتحان بتروح تقعد على المكتب، وده بيكون بيني طالب جديد في المدرسة. بيني بيفضل باصص لميس لانا وبيكون سرحان في جمال عيونها، وفي الوقت ده لانا بتلاحظ ان بيني بيفضل باصص عليها، فبتفضل حاطه عينيها في عينيه علشان يتكسف على دمه وما عادش يبص عليها تاني. بس بيني ما بيكونش عنده دم وبيفضل باصص عليها، ونظراته ما بتكونش نظرات طالب للميس بتاعته. وبصراحه كده انا شايف ان بيني عنده حق، لان ميس لما جامده فشخ. بيخلصوا الامتحان وبتطلع لما تركب عربيتها علشان تروح تجيب بنتها، وفعلا بتجيب بنتها وبيروحوا على البيت. وتاني يوم ميس لنا بتروح المدرسه وبتدخل الفصل وبتبتدي تشرح الدرس، ولكن البنت دي ما بتكونش مهتمه بالحصه خالص، وبتفضل ماسكه الموبايل وفاتحه التيك توك وقاعده بتتفرج على فيديوهاتي، وبتكون عاجباها جدا. والمسلمه بتسمع صوت فيديوهاتي وبتنبهها وبتقول لها ما عدتش تفتح التليفون تاني، ولكن البنت بتطنشها وبتفضل تتنقل ما بين الانستجرام بتاعي واليوتيوب بتاعي كمان، وبتكون حابه تكراش عليا. ولكن للاسف لنا بتسمع صوت الفيديوهات فبتروح للبنت وتاخد منها الموبايل، ولكن البنت بتتضايق وبتفضل تقول الفاظ من مشتقات البونجا بونجا لميس لانا، ولكن لانا بترد عليها وبتقول لها ايه قله الربايه دي، وفي الوقت ده بتطردها بره الفصل. وبصراحه انا شايف ان هي ما عندهاش حق، لانها لو كانت شافت فيديوهاتي هي نفسها كانت هتعجب بيا، لان انا من الاخر واد جامد واتحب. ولكن بنلاحظ ان بيني قاعد متضايق جدا من البنت دي واللي عملته في الميس بتاعتها. ولما بيني بيطلع من الفصل بنشوفه وهو بيبوظ العجله بتاعه البنت دي، وده لانه بيحاول يعاقبها على اللي هي عملته مع الميس لانا، واللي هو هيموت ويعمل معاها البونجا بونجا. ولكن مش احنا بس اللي بنشوفه وهو بيبوظ العجله، لانا كمان بتاخد بالها منه بتبص عليه من شباك المدرسه. وبعدها لانا بتقعد مع صاحبتها وبتسالها عن بيني، وصاحبتها بتقول لها طالب عادي ومهذب، ولنا بتقول لها بس نظراته غريبه. صاحبتها بتهزر وبتقول لها انت تقريبا كده معجبه بيه، لنا بتقول لها لا طبعا ده طفل لسه. وتاني يوم بنشوف الطلاب وهم طالعين من المدرسه، ولنا بتنادي لبيني وبتقول له انا عايزه اتكلم معاك شويه. طبعا بيني ما بيصدق وبيكون فاكرها هتقول له يلا ورا العمود ونجيب محمود. في الوقت ده بيوافق وبيروح معاها، وبتقول له لنا ان هي شافته وهو بيبوظ العجله بتاعت زميلته، وبتقول له لو انت عندك اي مشاكل نفسيه قول لي وانا اساعدك، وبتحط ايديها على رجليه. وساعتها بيني بيفهم الموضوع غلط وبيبدا يتكلم معاها في البونجا بونجا وبيقول لها يلا ورا الستاره ونجيب ساره. بتتصدم لنا من الكلام فبتمشي وبتسيبه. الله يرحم ايام المدرسه بتاعتي لما كانت بتضربني بالعصايه على ظهر ايدي. لو الميس بتاعتك عملت معاك كده يا ريت تكتب لي في الكومنتات تحت يا صديقي. المهم بترجع لنا وبتفتح فيسبوك تويتر انستجرام علشان تبحث عن بيني، ولكن علشان هو مش شخص مشهور زيي فما بتعرفش توصل لاي حاجه. بتروح لنا علشان تلعب شويه رياضه وهي بتجري بتسرح في بيني، واللي الظاهر كده ان هي ابتدت تعجب بيه. واليوم اللي بعده لانا بتكون في الفصل، وبعد ما بتخلص الدرس وكل الطلاب بيخرجوا بتشوف لانا شنطه بيني واللي بيكون ناسيها، فبتفتح الشنطه وبتطلع الهدوم وبتفضل تشم فيها، وتقريبا كده ده اللي بيكون حب من اول شنطه. بعدها لانا بتروح الحمام وبتتصدم لما بتلاقي بيني وراها، هو بيقرب عليها بيني وبيفضل يمسكها من اللبابه وبيكون رايح يبوسها ولكن بتمنعه لا شريف، وبتقوله ان هي مش هتنفع تعمل كده وبتسيبه وتمشي. ولكن وهي ماشيه بيني بيقول لها بس انت كنت مستمتعه، وبتقوله ان هو لسه طفل وبتسيبه وتمشي. بتروح البيت وبتحاول تنام ولكن بتفضل تفكر في اللي حصل بينها وبين بيني. وبنيجي لتاني يوم لانا بتكون بتشرح الدرس، وبيني بيفضل يبص عليها كده من تحت لتحت، وبيفضل يتخيلها وهي بتعمل معاه البونجا بونجا بكل حب. بتخلص لنا الدرس وبتطلع بره، بيني بيمشي جنبها وبتكون محرجه. بيقول لها بيني ان هو عاوز يقابلها بعد المدرسة، ولكن هي بترفض وبتقول له شيل فكرة البونجا بونجا دي من دماغك، وبتسيبه وتمشي. بتطلع علشان تركب عربيتها ولكن بتلاقي الإزاز مكسور، وبتكون متأكدة إن أكيد اللي عمل كده هو بيني. بتروح علشان تجيب بنتها من المدرسة وبعدها بترجع البيت، وبيسألها جوزها عن سبب كسر إزاز العربية، ولكنها بتكذب عليه وبتقول إن هي خبطت في عمود كهرباء وعلشان كده الإزاز اتكسر. واليوم اللي بعده لانا بتكون في المدرسة بتوزع الامتحان على الطلاب، وبتقول لهم إن اللي عنده أي سؤال يرفع إيده. بيني بيرفع إيديه ولكن هي بتطنشه،
بيني ما بيستناش اذنها وبيسالها اذا كانت هي عملت بونجا بونجا مع مدير المدرسه علشان تتوظف في المدرسه دي ولا لا. وفي الوقت ده كل الطلاب بيضحكوا عليها، ولما بيني بيشوفها متعصبه بيفضل يكتر في الكلام وبيفضل يقول لها الفاظ من مشتقات البونجا بونجا. ومش بس كده، ده بيفضل يعمل حركات بايده كلها بونجا بونجا لانها بتتضايق وبتاخد شنطته وبتقول له اطلع بره انت مطرود. لكن بيني ما بيرضاش يخرج، فلنا بتقرر ان هي اللي تخرج علشان الطلاب مش بيحترموها وبيفضلوا يضحكوا عليها. بعدها بنشوفها وهي بتجري في الغابه زي عادتها كل يوم، وبتقف وبتحس ان في حد مراقبها لان بيني بيكون مسيطر على افكارها. ولما بترجع البيت بتلاقي التليفون بيرن، فبترد عليه وبتقول له مين معايا، ولكن مفيش حد بيرد عليها. فبتقفل السكه، الموبايل بيرن تاني وبتفتح ولكن محدش بيرد برضه. وتقريبا كده بيكون حد عاوز يسوق عليها الرخامه. بنشوف لانا في المدرسه وبتكون عايزه تدخل الفصل، لكن بتخاف الطلاب يرجعوا يتريقوا عليها تاني زي امبارح، فبتقرر ان هي تاخد اجازه. وبترجع البيت وبتقول لجوزها ان هي تعبانه علشان كده خدت اجازه، فجوزها بيقوم باللازم وبيريحها على الاخر. ولكن لانا ما بتكونش مبسوطه وهما بيعملوا البونجا بونجا. وتاني يوم بتروح علشان تودي بنتها المدرسه، وبعدها بتروح للبحيره دي وبتكون بتفكر في موضوع غريب هنعرفه كمان شويه. بتروح بعدها معرض الرسومات علشان تقلل التوتر عندها، ولكن بيزيد توترها اول ما بتشوف بيني في المعرض، واللي بيكون اكيد مش جاي علشان يتفرج على الرسومات. بيجي جنبها بس مش بيتكلم معاها. لكن لانا بتتهرب منه وبتروح تركب الاسانسير، وبيكون الباب بتاع الاسانسير خلاص هيقفل، ولكن بيني بيوصل في الوقت المناسب. وبيكونوا هما الاتنين في الاسانسير لوحدهم والشيطان تالتهم، وبيستغل بيني ان الشيطان موجود وبيبدا يعمل مع لانا البونجا بونجا، وبتكون مستمتعه وسايبه نفسها على الاخر. بعد ما بيخلصوا قله ادب بترجع لانا البيت وبتقعد مع جوزها وبتقول له ان هي بتشوف كل يوم حلم مخيف. ولما بيسالها على الحلم بتقول له ان هي شافت في الحلم ان هم في البحر ولكن في حاجه بتسحبهم لتحت، وبتكون متاثره جدا وهي بتحكي له الحلم. واليوم اللي بعده لانا بتروح للمدرسه وبتدخل فصل شؤون الطلبه، وبتاخد الملف بتاع بيني وبتخبيه في الجاكيت بتاعها. وبعدها بتبلغ شرطه المدرسه وبتقول لهم ان بيني سرق الملف بتاعه علشان يزور نتيجه الامتحان. وفعلا الشرطه بتجيب بيني، وساعتها بيكون متضايق جدا وبيطلب ان هو يكلم المحامي بتاعه. لا انا بهزر على فكره، ده طالب في المدرسه. في الوقت ده لانا بتبص له بصه النصر، وبيعرف بيني ان هي اللي عملت كده. وبعدها بتروح لانا البيت وبيكون جوزها بيستحمى، فبتروح له علشان تروق عليه وبيعملوا بونجا بونجا وهما بيستحموا، وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين. وبعدها بنشوفهم هما في البحيره وبيلعبوا العاب كبار، وكل ده بيكون جوه البحيره. وبينزل جوزها تحت الميه وما عادش يطلع تاني وبيموت. لكن بتصحى لانا من النوم وبنعرف ان كل ده كان حلو. وبعدها بتروح للمدرسه وبتفضل قاعده على المكتب بتاعها، وبتفضل مركزه على الكرسي اللي بيني كان بيقعد عليه، وبتفتكر ايام ما كانت بتعمل بونجا بونجا مع بيني في الاسانسير. لكن بيقطع تفكيرها صوت جرس المدرسه وبيضيع عليها اللحظه. وبعدها بتروح لانا مع بنتها للمكتبه وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين. ولما لانا بتغفل شويه بترجع ما بتلاقيش بنتها وبتكون خايفه وبتروح تبلغ الشرطه على طول. ولما الشرطه بتوصل بيفتحوا كاميرات المكتبه علشان يراجعوها، وبتشوف لانا بيني وهو داخل المكتبه، وعلى طول بتشك فيه ان هو اللي خطف بنتها. ولكن بيقطع تفكيرها صوت رنة الموبايل، وفي الوقت ده بنعرف ان جوزها هو اللي بيتصل بيها، فبترد عليه وبتعرف ان بنتها معاه في البيت، وهو بيقول لها ما تخافيش عليها. وبترجع لنا البيت وبنشوفهم وهم بياكلوا وبيتكلموا مع بعض زي اي عيله. وبالليل ولانا بتكون نايمه بتسمع صوت في البيت، فبتنزل علشان تعرف ايه هو مصدر الصوت، لكنها ما بتلاقيش حد، فبتقفل الباب كويس. وبترجع تفتكر ايام ما كانت بتعمل بونجا بونجا مع بيني، ولكنها بتكون ندمانه على اللي حصل. وضميرها بيكون صاحي من النوم، لان في الحقيقه ضميرها بينام شهر وبيصحى شهر، وهي نفسها بترجع تنام تاني. ولما بتصحى الصبح بنشوف جوزها وهو داخل عليها المطبخ، وبنعرف ان علاقتهم بايظه في الفتره الاخيره. وعلشان كده لانا بتتاسف لجوزها وبتقوله ان هي عايزه حب وحنان من بتوع زمان ايام ما كان في لبنان، ويشهد على كلامها الحبهان وعجبي. فجوزها بيعمل معاها البونجا بونجا وبترجع علاقتهم تتحسن زي الاول. ولما بيخلصوا البونجا بونجا بتركب لانا عربيتها وبتتوجه لبيت بيني. ولما بتوصل عند بيت بيني بتفضل مستنياه يطلع، وفعلا بيني بيطلع وبيركب العجله بتاعته وبيمشي. ولنا في الوقت ده بتفضل ماشيه وراه بالعربيه، ولما بتلاقي الشارع هادي ومفيش اي حد فيه بتزود السرعه لحد ما توصل لبيني، وبتخبطه جامد وبيقع على الارض وبيموت. وكده لانا بتكون اتخلصت من بيني للأبد اللي كان مسيطر عليها وبيعمل معاها بونجا بونجا في أي وقت هو حبه، واللي كان السبب في مشاكلها مع جوزها، واللي كان السبب برضه في هلوستها لأنه كان بيراقبها طول الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي كتبه لنا المبدع محمد نصار، واللي سجله ومنتجه نور فوكس اللي هو أنا عزيزي المشاهد. وطبعا الجرافيك ديزاينر الجميل اللي عمل لنا الثامبنيل اللي لفت نظرك ده عزيزي المشاهد بيكون أحمد عاطف. أتمنى عزيزي المشاهد إنك تعمل لايك للفيديو علشان تشجعنا إن احنا نستمر في النشر، وتعمل شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن
ممكن من الناس، وتقول لي تحت في الكومنتات تحب المره الجايه نلخص لك فيلم ايه، وايه رايك في قصه الفيلم ده. ويا ريت بقى لما تيجي ترشح له افلام بلاش الافلام اللي فيها بونجا بونجا كتير عشان بتبقى قلة الادب بزياده. واسلك بقى عزيزي المشاهد، سلام.